يعني لو في حاجة واحدة تداركناها أو تراجعنا عنها لو كنا بنعملها، ده ممكن ينقذ جوازنا ويخليه يقولها الطرفين، الطرف اللي عايز يسيب التاني. يعني لو الراجل اللي عايز ينفصل إيه أكتر سبب بيقوله، ولو الست هي اللي عايزة تنفصل إيه أكتر سبب هي بتقوله. أنا قعدت أفكر كتير جدًا، والله بجد جدًا، بعد كل هذه السنين في إيه الأسباب الرئيسية في الخلافات أو خلّينا نقول أكتر في الكسرات الزوجية اللي هي أحيانًا بتؤدي لإن العلاقة عمرها ما بترجع تاني زي ما كانت. إيه أكتر أسباب بيقولها الطرفين، الطرف اللي عايز يسيب التاني. يعني لو الراجل لقيت إنه تقريبًا في أكتر من 85% من الأسباب هي بيدور حوالين حاجة واحدة. تصوروا بقى، يعني لو في حاجة واحدة تداركناها أو تراجعنا عنها لو كنا بنعملها، ده ممكن ينقذ جوازنا ويخليه سعيد. ايه هي؟ الخذلان. الخذلان letting down اسمها كده. وصلنا للخذلان. طب يعني ايه خذلان؟ خذلان ده يا جماعه اسوأ شعور ممكن اي حد يحس بيه، اي حد. يعني هل هو خاص بالعلاقه؟ لا، بس بيبقى وطئته او يعني قدرته اكتر بكتير قوي فيما يختص بشركاء العلاقه. يعني لو زوج خذل زوجته او زوجه خذلت زوجها، بتبقى جرح اعمق من لو اي حد تاني خذل اي حد تاني. تمام؟ طبعا هو سبب خسران علاقات كتير، وفي تفريق ناس كتير، وفي انتهاء علاقة ناس كتير ببعضهم. لكن اكتر حاجة بتوجع البني ادم انه شريك حياته يخذله. شريك حياته بقى ده الراجل بالنسبة للست او الست بالنسبة للراجل. طبعا في بقى خذلان من انواع اخرى لازم برضو نعرفه، اللي هو مثلا الاب لابنها، الاب لبنته، الاب لابنه، الام لابنها، الام لبنتها. يعني في كده حتة ان لو في عشم انت لا يمكن تخذلني وخذلتني، توجع قوي، توجع قوي. كل واحد كده يراجع تصرفاته مع الطرف الاخر. هل كان سبب دي خذلانه في يوم من الايام؟ يبقى يعرف ان هو السبب في بوظان العلاقه دي. لو كان انه لا طول الوقت واقف في ظهره وبينصره وكده، يبقى يعرف انه مش هو سبب في بوظان العلاقه دي لو باظت. ولو اتنين حرصوا ان هم ما يخذلوش بعض ابدا، بيبقى في فرص كتيره كبيره جدا جدا جدا، اكتر من 95% ان العلاقه دي تستمر وتنجح وتفضل حلوه وسعيده وجميله.